فرفش وابعد قبل ما تدمر نفسك. اتق الله في نفسك. ايوه اتق الله في نفسك، خاصة البنات لها يعني كلام كتير قوي معاك. خلي بالك من نفسك، ربنا مش هيسيبك لوحدك. في ناس كل ما تقرب منها وتديلها من روحك تلاقيهم بيستباحوا قلبك اكتر وبيستغلوك اكتر، وفي ناس تانية من اول التعامل بتفرض احترامها عليك وانت مش حاسس. عمرك سألت نفسك ليه في ناس وجودها في حياتنا بيبقى راحة، وفي ناس تانية وجودها بيبقى استنزاف على البطيء؟ مشكلتنا مش إننا بنحب غلط، مشكلتنا إننا مش عارفين يعني إيه حدود نفسية. فاكرين إن الحدود دي جفاء وقلة ذوق، لحد ما بنكتشف إننا بندفع تمن طيبتنا في أعصابنا وصحتنا. النهاردة هفكك لك السر ده، مش نظريات، دي حقيقة هتمس قلبك وتغير طريقة تعاملك مع كل البشر اللي حواليك. تعالى ندخل جوه العقل البشري ونشوف ايه اللي بيخلينا نبلع الإهانة ونسكت. الشخص اللي بيخاف يحط حد لشريك حياته، ايا كان بقى خطيبه زوجته زوجها ايا كان، او لأقرب الناس ليه، صديق صديقة أخ أخت أيا كان، هو من جواه مرعوب من الفقد، مرعوب من الوحدة. هو بيبرر لنفسه ويقول عشان المراكب تمشي، عشان البيت ما يتخربش، ودي بنسمعها كتير. لكن تعالوا شوفوا الهداية الإلهية في القرآن الكريم بتقول لنا إيه في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل التهلكة هنا هي الموت وبس؟ أبدا، التهلكة استمرار السماح للناس باستنزاف روحك وإلغاء شخصيتك وتعدي حدودك، هو أبشع أنواع إلقاء النفس إلى التهلكة النفسية والعقلية. لما تسكت على أذى بيتكرر، أنت بتدمر الأمانة اللي ربنا استأمنك عليها وهي نفسك. في الحدود مش قسوة، الحدود هنا تطبيق عملي لأمر من ربنا بإنك تحمي روحك من الهلاك. طب لما نيجي نطبق ده على أرض الواقع، إزاي نحط الحد من غير ما نتحول لناس قاسية؟ هنتكلم عن الناس اللي بتخاف. الناس اللي بتخاف لما تيجي ترفض حاجة بتقعد تبرر وتعتذر: أصل معلش، والله ظروفي، أصل أنا غصب عني، أصل وأصل وأصل، والتبرير كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. ده معناه إنك بتستأذن عشان تحمي نفسك. مفيش استئذان عشان تحمي نفسك، لكن الشخص الواعي بيلتزم بالحدود الواعية بكل هدوء وبكل ثبات. تعالى نضرب مثال حي بيحصل في العلاقات زي الخطوبة أو الجواز. لما الشريك يتكلم بطريقة فيها تقليل أو إهانة، الشخص الساذج بيضحك ويسكت عشان ما يعملش مشكلة، لكن الشخص الواعي بيفصل الفعل عن الشخص ويقول بكل هدوء وبنبرة ثابتة: الكلمة دي بتوجعني وما اقبلهاش تاني خالص. واحنا أرقى من كده بكتير قوي. وهنا بقى بتيجي الآية العظيمة في سورة الفرقان: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلمة سلاما هنا مش مجرد تحية عادية، دي تعني الترفع الواعي. إنسان عارف بيتعامل مع مين، فبيرفض يلوث طاقته في معارك عقيمة، وبيحط حد فوري يمنع التمادى من غير ما ينزل لمستوى جارح أو يفقد رقي أخلاقه. وهنا بقى بيحصل الامتحان الحقيقي، اللحظة اللي هتقول فيها الكلمة بكل هدوء وتحط الحد الواضح، بتنكشف قدامك معادن البشر
في ثانية. والله في ثانية. الشخص الناضج الحقيقي اللي هو فعلا بيحبك وعايزك هيستوعب وهيعتذر وهيحترم الحد اللي انت حطيته، لان مصلحته من مصلحتك ومش عايز يشوفك مكسور ولا مجروح ولا زعلان. اما الشخص المستنزف او النرجسي هيقلب الترابيزة عليك وهيعمل نفسه ضحية ويقول لك الجملة المحفوظة والمعروفة والمشهورة: هو انت عشان بقيت تفكر في نفسك بقيت قاسي عليا؟ انت زمان كنت بتستحملني. وهنا امسك الكلمة دي، انت كنت زمان بتستحملني. وهنا عيونك تفتح على كنز حقيقي، هتعرف ان الشخص ده ما كانش بيحبك انت كيانك، ده كان بيحب الاستنزاف اللي فيك، كان بيحب اللي كان بيعمله فيك. انتوا مش فاهمين حاجة والله. هما بيستمتعوا. الناس اللي هي بتستفزك دي بتستمتع، وطول ما انت عمال تاخد فوق دماغك وتتنازل تتنازل تتنازل، هي دي متعة عنده. عشان كده انتوا بتقولوا هما بيحسوا، هما مبسوطين. مفيش حاجة اسمها ما بيحسوش، هما مش هيحسوا بيك، مش هيحسوا بيك. هما مستمتعين باللي بيعملوه فيك. يوم انت بقى لما تعرف يعني ايه استنزاف، وان انا ما اسمحش لحد يستفزني واحط حدود في معاملتي، هنا بقى الكارثة. لا اما يتعدلوا لا اما يسيبوك بقى في حالك. وزي ما قلتك عيونك هتفتح وهتعرف فعلا ان الشخص ده ما كانش بيحبك انت، هو كان بيحبك انك تطاطي وتقول حاضر وتاخد فوق دماغك. ما علينا، خليكم يعني والله الله المستعان. انا نفسي اقول لكم كل حاجه مره واحده، بس ان شاء الله واحده واحده. احنا بنبدا بنفسنا وبنبدا خطوه خطوه نفهم الدنيا فيها ايه، عشان علاقتنا تكون، عشان نفسيتنا تبقى مرتاحه. احنا كل اللي احنا بنعمله ده ليه؟ عشان نفسيتك تكون مرتاحه. وفي النهايه افتكر دايما وعد ربنا العظيم. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما تتقي الله في نفسك، في نفسك، اتقي الله في نفسك، ما تعذبش نفسك، ما تسمحيش لحد يستنزفك، خاصة البنات لها يعني كلام كتير قوي معايا. البنات الشباب اللي بيخش لكم في الشات، ما تخليش حد يستنزفك، خلي بالك من نفسك. لما تتقي الله في نفسك وتقرر تحمي روحك وتبعد عن الاستنزاف، ربنا مش هيسيبك لوحدك، ربنا هيجيب لك المخرج وهيرزقك بالناس اللي تقدرك وتحترمك من حيث لا تحتسب. اوعي تخافي تخسري حد بيستنزف روحك عشان تثبتي ليه انك طيبة او تثبت لها انك طيب. لو الحلقة دي مست في قلبك وتر حساس، سيبلي أو سيبيلي رأيك في التعليقات، واكتبلي ايه الموقف اللي حسيت فيه انك محتاج تحط الحد ده فورا، وانت كمان ايه الموقف اللي حسيتي فيه انك محتاجة تحطي الحد ده فورا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لان الحلقة الجاية هنفتح ملف خطير جدا، ألا وهو امتى الطيبة اللي جوانا بتتحول لكارثة، وايه هي العلامة اللي بتقولك فورا اقفش وابعد قبل ما تدمر نفسك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.